والايد في الايد، وحنا نفرحوا كي نسمعوا العلمه ما تطيحش، ونفرحوا كي لونطونت دي الشامبيونه، ونفرحوا كي الياس الناس ما تطيحناش. هذه هي الرياضه، لازم نديروا الجنب للجنب والايد في الايد، باه نعطيو يعني نظره باهيه على ولايه سطيف، ونعطيو الروح الرياضيه اللي كانت من بكري في ولايه سطيف. ونتمناو ان شاء الله يكون الجمهور غافير ان شاء الله باه يجي يشوف لاباز، وهذا كاس الولايه ماذا بينا الناس يعني يشوف كثره باه يشجعوا هذا الشبان وهذا الفرق اللي راهي تكون في الشبان. نعم، فيه كذلك مباريات أخرى خاصة بالفئات الصغرى. فئات الصغرى ان شاء الله كاين الاواسط اللي راح تكون ما بين بني فرضه بني فرضه وبير حداد. هذوك المقابله الاولى الثانيه والنصف، والمقابله الثانيه تكون على الرابعه وربع، وهي مقابله الاكابر. المقابله الصغير ان شاء الله والاشبال حتكون الاسبوع القادم، وفيها فريق سطيف راه متأهل، فيها فريق العلم راه متأهل، يعني الرؤساء اللي راه معك ثاني نشكرهم على التكوين اللي راهم يستعملوا فيه، وبالخصوص المدربين اللي راهم قابلين بالتكوين، وحنا ما محتاجين تكوين، ومحتاجين ان شاء الله وفاق سطيف ومولودية العلمة تكون كي بكري يلعبوا فيها ولادها ويجيبوا البطولات ولادها. شكرا الحاج مسعود كوسة رئيس رابطة سطيف لكرة القدم، كنت معنا مباشرة من ملعب 8 ماي 45 تحسبا للنهائي المرتقب أمسية اليوم بدءا من 4 مساء بملعب 8 ماي 45. النهائي ينشطه فريقا تربية العلمة ومولودية عين المان. وما ميز ويميز نهائي هذا الموسم أن الكأس تحمل اسم فقيد الحركة الرياضية الوطنية المرحوم الشيخ عبد الحميد كرمالي. إذن ستكون لنا متابعة مباشرة أمسية اليوم من ملعب 8 ماي 45 عن هذه الأجواء الاحتفائية. القعدة بكل روح رياضية. بكل روح رياضية نواصل ونتواصل حديثنا عن الرياضة وعن الأحداث الرياضية محليا. كما ذكرت الحدث يصنعه أو تصنعه رابطة سطيف لكرة القدم. قبل ما نروح لوفاق سطيف ونروح لمولودية العلم، نحب نشوف رأي المسؤولين على الأندية الكبيرة يعني كوفاق سطيف ومولودية العلم عن هذا النهائي. سي عرس، هذا كيفاش تشوف أنت هذا النهائي المحلي كأس الولاية هذا؟ صباح خير سي نبيل، وصباح خير أخوي حسن وجمهور مستمعي إذاعة الهضاب. خليني أولا أن عندنا حادثتين صارت الأسبوع هذا نذكرهم، وهي وفاة التونسي بوعندس لاعب السابق لوفاق سطيف، نترحموا عليه الجمعة كما هذه. بالأمس ثاني حضرنا جنازة والدة اللاعب بورقبة رمزي، ربي يرحمه ويوسع عليها إن شاء الله. قدموا عزاء العائلتين إن شاء الله، ونفكروا أنا وحسن وأنتم ماكش من نديروا حاجة للتونسي إن شاء الله إن شاء الله يا رب الأيام الجايين. ظن أنه سي مسعود كوسة راه تنظيم في المستوى والكل يشهد. الديربي نهائي بطعم الدربي ما بين حنين مسعود كوسة حنين ولما يصراو المشاكل يختفي مشتيش المشاكل. انسان ايجابي يحب يقدم اضافه لكره القدم في الولايه. نظن انه مكسب الولايه سي مسعود كوسة نعرفه من بكري يعني. نظن مقابله كما هذه الدربي بطعم نهائي بطعم الدربي. نتمناها انا علميا ان شاء الله، ونتمنى تسود في روح رياضيه. جماعة تاعك اللي راهم تقريبا هي يعني عين والمان ولا العلم هما الانتماء تاعنا راهو المنطقه كامله. لو كان عين والمان ومثلا وعين البيضاء احنا نقولوا مع عين، لكن العلم وعين الأقرب. يعطيك الصحة سي حسن، على السلامة ومرحبا بك. وجهنا لك الدعوة وقدمت اعتذار، قلت ما نقدرش نجي واني عيان وتعيا هذا والوقت تعيا فيه حسن. صباح الخير، نهضر كل شيء حسن. تفضل. صباح الخير الاخ نبيل، صباح الخير كل المستمعين. نظن باللي كما تفضل خونا انس تقدموا التعزية لعائلة بوعقبة ولعائلة مولودية العلماء في المصاب هذا. نقول الله يرحمها وبيته الأهل تاعها بالصبر.
خاصة الطفيل هذاك إنسان وسيم، إنسان متخلق خلوق. نفس الشيء بالنسبة لعائلة بوعنداس التونسي الله يرحمه ثاني، نفس الشيء نقدم لهم التعازي. نظن باللي مسعود كوسا إنسان اللي يغير على المنطقة، على مدينة، على ولاية سطيف. نظن باللي حتى بطاية تقوم بعمل كبير، نحن نثمنوا المجهودات هذه ونطلبوا إن شاء الله الناس كل تعاون الناس اللي تقوم بعمل كيما هذا، وربي يوفقهم إن شاء الله. نعم، نهائي اليوم بين تربية العلم وعين المال. المهم احنا ان شاء الله نكونوا ذمو الاحسن هو اللي يفوز. نعم، تشجيعا بطبيعه الحال. احنا في الوفاق قلنا باللي لي زوبجيكتيف تاعنا في الموندا اولمبيك 40 à 50% ايسي دي كول دو فورماسيون. دونك احنا نقموا على التكوين ونشجعوا في التكوين، حاجه مليحه ان شاء الله. ربي يوفق الجميع ويخدموا مصلحه النوادي تاعهم ومصلحه الوطن ان شاء الله. نعم. حسن، عرضكم الحاج مسعود كوسا عرضنا الصباح باش تروحوا تغداو اليوم دوكا نقدم له الاعتذار لازم مع الحاج انا اليوم. اذا نتمنى النجاح لهذا العرس الكروي المحلي المرتقب بدءا من 4:30 مساء بملعب 8 ماي 45. نعود الى وفاق سطيف الذي تفصيله عن كؤس الدوري الجزائري المحترف 4 نقاط فقط إذا لم تخني حساباتي، يعني سي حسن. بطبيعة الحال يعني هي شوف مازالوا 3 جولات باش يستدل الستاء على الدوري المحترف الجزائري الأول بعملية حسابية. مازالوا 9 نقاط على البساط، كاين فارق تاع 5 نقاط بينه وبين الملاحقين 2 مولودية الجزائر واتحاد الحرش. يعني بعملية حسابية بسيطة 4 نقاط راح تكون 9 نقاط. 9 نقاط قول افيراج بارتيكولي في لافازالي ولا لو سكور اونتر لي دو كلوب كسوا لونطونت الحرش ولا لونطونت المولودية، حنا احسن. دونك 4 نقاط، لكن احنا ماناش رايحين نحبسوا في 4 نقاط. لازم احنا الهيبة تاع 8 ماي تبقى ان شاء الله، ولازم ان شاء الله الانصار تاعنا نفرحوهم باش لما لا تكون 6 نقاط هكذا باش يكون دون خطأ ان شاء الله في سطيف. نعم. الأنصار نتابهم شوية من الشك والخوف بعد هزيمتكم أمام مولودية الجزائر. نظن ماشي نتابهم الخوف، والله نظن باللي الفريق تاعنا كي تشوف المقابلات الأخيرة نظن باللي كاين أسباب اللي خلات يكون الفريق خمس كاين الإرهاق يعني والإصابات. كي تشوف المقابلة اللي فاتت 5 لاعبين اللي ما لعبوش يعني، وتشوف اللاعبين اللي ما كانوش يلعبوا حتى ما كانوش يكونوا بارمي لي 18 ادوا مردود طيب. نظن باللي ثم في المقابله ذيك وقفنا باللي اللاعبين تاعنا عندهم امكانيات تخصهم غير يعني لا كومبيتيسيون، فرحنا بزاف برغم يعني. وكاين نقطه اخرى، كاين ثاني التحكيم اللي السنه ثاني كان سبب يعني في مقابلات وين خسرناهم وإحنا ما كناش نستاهلوا باش نخسروهم، بدليل المقابلة الأخرى تاع المولودية وين كان هدف شرعي سجلناه والحكم في نهاية المقابلة يروح يطلب من دلهم يقول له اسمح لي هدف غلط في حقهم. نظن باللي تغلط في حقي أنا كون حسبته لي في التيران كي تخلصوا الدوموند يسمع واش راح ندير بها سمحت. دونك نظن هذو هما الأسباب الحقيقية اللي خلات اسمه الوفاق يعني في الأسابيع الأخيرة ما يديرش نتائج. لكن هذا ما نقول أنا نطمن الأنصار تاعنا إن شاء الله ما يخافوش على الفريق تاعهم، إن شاء الله غدوة يجيو بقوة ونأكد ونزيد نأكد نقول باللي لازم يجيو بقوة. البطولات تلعب في الميدان ما تلعبش في مؤششات، أنا نزيد نقولها الأنصار ان شاء الله يجيو بقوه. ونظن باللي كي اللاعبين تاعنا برغم النقص اللي غدوه راح ثاني يكون كاين دلهو ما كانش عوديه ما كانش ناجي ما كانش قارمي ما كانش فيه العوده تاع ان شاء الله تاع جحنيط وتاع بن شاديلي راح ان شاء الله يكونوا دعموا مع الفريق زيد معدوني وكل شيء. لازم الانصار يكونوا بقوه لانه اللاعبين كي يشوفوا المدرجات مكتظه على بالي بلي رايحين ما يبخلوش رايحين يمدوا اكثر من 100% ان شاء الله. نعم. في اعتقادكم المواجهه امام شبيبه القبائل صعبه ام سهله؟ شوف خنابيل احنا في اسيستاد دو لا كومبيتيسيون ما فيها لا شبيبه القبائل لا فريق اخر، احنا الفوز ثم الفوز ثم الفوز. احنا ماشي كي وصلنا للبيت يعني الربح ان شاء الله نوليو، احنا لازم نفوزوا وما عندناش خيار اخر ونفوزوا. ونظن باللي ماشي شبيبه القبائل اللي تجي دير سيرسو دورغاي ودير نتيجه معنا، احنا ثاني رايحين نخشوا بكل قوه ولازم نفوزوا ما فيهاش حدا. نعم.
كانت حرب نفسية خلال هذا الأسبوع من خلال ما تناولته بعض وسائل الإعلام، أنه شبيبة القبائل في اتصالات مع المدرب فيلود لاستقدامه، كذلك لاستقدام بعض اللاعبين وأبرزهم اللاعب دلهم، وإغراءات مالية كبرى. هل هي اتصالات رسمية أم حرب نفسية فقط؟ خويا انا واش نقول لك، هما يحضروا على رواحهم في الصحف وكل شيء. حنا نهضروا في الميدان، ويقول لك يحب يديروا الحرب النفسيه ونتصلوا. نظن بلي انا كان اولى بهم الحرب النفسيه هذه كانوا يديروها في المقابله تاعهم ويحفزوا اللاعبين تاعهم، باش كي تلحق المقابله الوفاق سطيف يديروا. حنا المهم كي الهضره في الميدان نفوزوا، كي نخلصوا ان شاء الله المقابله تاعنا ساعه ثانيه نقدروا حنا واش نهضر. اللاعبين على استعداد كامل للمواجهه هذه؟ بطبيعه الحال اللاعبين تحدهم اراده كبيره باش ان شاء الله نديروا نتيجه اللي الانصار تاعنا يستاهلوا، تعبوا معنا عام كامل، يستاهلوا كل خير، ولازم نردوا لهم الجميل تاعهم. باش تشوف مناصرين في الميدان، في المدرجات الثلج عليهم، المطر عليهم، الجليد عليهم، البرد عليهم، ثاني السخانه عليهم. نظن باللي ما عندناش حق وما يحق لحتى شخص باش الانصار هذو يخذلهم وما يديرش نتيجه. نعم، اذا نقدر نقول وفاق سطيف يتوج ان شاء الله بالدوري الجزائري ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله يعني. بطبيعه الحال ان شاء الله بالدعم تاع كل الناس ان شاء الله. خلينا من دعم الناس نحوزوا عليكم. انا نقول لك، انتم المحاربين. احنا نقول لك احنا بدعم الانصار تاعنا وكل شيء. على بالي باللي اللاعبين رايحين ما يبخلوش، ورايحين ان شاء الله نديروا نتيجه اللي تفرح الانصار تاعنا وتخلي الثقه شويه اللي تزعزعت في الاونه الاخيره ان شاء الله ترجع بين الانصار واللاعبين. شامبيونة الدوحه ان شاء الله بالطبيعه، ان شاء الله ان شاء الله نديروها باذن الله. يعني كاين كل المؤشرات ان شاء الله. نعم. سي حسن، مؤخرا عقب اصدار عقوبات ضد المسيرين تاع مولوديه العاصمه من طرف لجنه الانضباط، كذلك انت معروف كذلك بتصريحاتك الناريه تجاه الهيئات الرياضيه، ألا تعتقد أنه حان الوقت لكي يضبط الإنسان أموره ويهدأ روحه وما يعملش تصريحات؟ وش من تصريحات نارية؟ قضية لجنة الانضباط، ولا بد على هذه لجنة الانضباط هي التي تتعلم الانضباط؟ شوف الأخ نبيل، لازم نفهموا حاجة. حنا في المقابلة تاع وداد تلمسان، لا بياسا كونفيكسيون هي لا في دو ماتش، ورقة المقابلة. نعم. في الورقة المقابلة الحكم ما دون غير انذار في حق الحارس خضيري سفيان. 3 أيام ابري الكوميسير ماتش يدير رابور بالخضيري، يقول لك باللي حنا شفنا واحد ما يقدر ينكر. صح، اللاعب تعدى ضرب، اللاعب تاع تلمسان كويسي بار كذا ضرب والاخر قلب له، يعني سينيالا غير اللاعب تاعنا. قال لك اربيطا دزت لك باللي لو جوار هذا اي سسبوندي جوسكا لاباريسيون تاعو دوفون لا كوميسيون دو ديسيبلين. نعم. قلنا لهم، قال لك الماده، قلنا اوكي، اللاعب ما لعبش عقب لا كوميسيون. حنا اللاعبين هذو تاع مولوديه حنا ما عندناش يعني ضد المولوديه، ولا ما عندنا حتى اشكال ضد المولوديه ولا الفرق الجزائريه، ما كان كل جزائريين. حنا ما قبلناش حاجه. اللاعبين هذو المدرب والشاوشي محطوطين في رابور تاع الاربيطر في لافي دو ماتش، محطوطين. زاد رابور كومبليمونتير تاع الكوميسير ماتش كي مسيو حموم تاع لا فيديراسيون ريبريزونطون ممبر فيدرال، حط سينيالا الشاوشي وسينيالا مناد. الكاتريا اربيطر سينيالا مناد والشاوشي اضعف الايمان، ومحطوطين في لافي دو ماتش. كانوا ما يلعبوش المقابله حتى يعقبوا لجنه الانضباط. عقبوا قبل بيومين لجنه الانضباط وما كاين والو. حنا قلنا لازم تطبقوا القانون. لاعب مسينيالي وعقب لا كوميسيون، اللي عقبتوه لا كوميسيون دوسكا، واش تستنى منهم؟ سينيالي في لافي دو ماتش قال تستنى يعني يجيوك معطيات اخرين في لاعب اللي ماهوش مذكور ولا شافوه فيزيون. ربما ما عندهم سلطه تقديريه يعني هما كهيئه. واش من سلطه تقديريه؟ احنا نقول لك في لافي دو ماتش لا بياسا كونفيكسيون لافي دو ماتش، هو يقول لك هما اللي يقولوا انا ما قلتش، انا القوانين هي اللي تهضر، ما يقول لي هو ما نقولوا انا، ما يقدر ما كي تعود نص قانوني كاين مرجعيه الاجتهاد في نص قانوني. هذا نعرف قانون 58 يقول لاعب محطوط في لافي دو ماتش دو فاكتو ما يلعبش. هذه هي باك. حنا اللي قلنا كيفاه ما نتعاملوش بدو بوي دو ميزير بالناس هذو فرق جزائريه. لازم منا حنا
نطبقوا القانون عليهم الكل. اللي عنده الحق عنده الحق، اللي ما عندوش حق. بلغتوهم الاحتجاج رسميا أم بلغتوها عن بعض وسائل الإعلام فقط؟ احنا درنا في الثم، وتكلمت انا قبل مع إسا بيطا، وقال لي عندكم وسمو الحرب باش تبويبوا سمو مع مسيو قرباج قبل، وزدنا تكلمنا ثم مع السكرتير جينيرال تاع لا ليغ ناسيونال، وتكلمنا ثم في المقابله. دونك احنا خدمنا حاجه ليغال، ما درناش حاجه. العقوبات التي صدرت ضد السيد غريب وجماعه المولوديه، ألا تعتقد أنها توضع النقاط على الحروف وتعيد القطار إلى السكة؟ نظن باللي لازم القانون هو اللي يكون سائد. انا تلاقيت في المقابله، تلاقيت مع غريب ومع بابوش وشاوشي، قلت لهم وحتى اسمه تلاقيت وقلت لهم باللي غلطتوا، لانه هذه كل انسان مس بكرامه الجزائريين. باش تشوف رئيس حكومه ورئيس الوزراء ثم والناس السلطات العسكريه المدنيه خسرت مقابله انت ما تسددش لي ميداي. ونظن باللي العيب ماشي في اللاعبين، العيب في المسير، لانه المسير اللي عاد لاعب وليس اللي هو اللي يتحكم فيه. يلفو ما يكونش مسير. هكذا احنا نهار طبقنا القانون الاصوات تعالات وقال لك كيفاه تطبقوا، واللاعبين هاي عينات بسيطه. اللاعب اللي يرفض ما يروحش ما يقبلش كرسي الاحتياط، كنت تسكت له هاي وين توصل وين ما يطلعش. واسمه كاينه دوله جزائريه كامله قايمه بحدها، لاعب يرفض باش يطلع يستلم الميداليه يخسر مقابله مالا اللي يخسر كوب دي موند واش يدير؟ يقتلوا. دونك هذه هي الناس، احنا لازم نمشيو بالطريقه هذه. اللاعب عامل موظف، الحق نتاعو يديه، بصح القانون الداخلي لازم يريسبكتي. القانون الداخلي داخله فيها احترام كسوة التحكيم والله الهيئات الرياضيه، لانها هي المسؤوله في البلاد هذه. دونك نظن باللي العقوبات لازم كانت تكون، ونظن باللي هذه حاجه باش الناس اللي يحب يطاول على القانون ويطاول على الدوله هاو المصير تاعو. نعم. تعتقد أنه هذه العقوبات يعني شرعية، يعني لا غبار عليها؟ أكثر من شرعية ما كانش لازم تكون، وكانت شرعية. نظن باللي ما كان حتى واحد يقدر يقول باللي ظلموهم ولا ما ظلموهم والو، قانون طبقوه. ونظن باللي هم كانوا حنان معاهم في لي ديسيزيون. نعم. لأنه واحد اللي ما يحترمش، شوف فينا كوب دالجيري العالم بيساوي، العالم كامل يشوف فينا ونصور ونديروا طريقه ونتعاملوا بهذا الاسلوب هذا. نظن باللي افيك تو مي ريسبي اللي ريسبونسابل تاع المولوديه، دوك داو الشخص في بيته والله يسهل. انعكاسات هذه العقوبه عليكم انتم كمسيرين، يعني تخليكم انتم يعني باش تنضبطوا اكثر ولا واش تشرحوا تقلقكم؟ لا ما تقلقناش. ونظن باللي حاجه مليحه هكذا باش اللي يغلط، باسكو صاروا دي امورات من قبل وكان تهاون في سياسه العقاب. فوالا هذه هي اللي خلات الناس الكل اسمه، خاطر شكون كانت سياسه عقاب من قبل. نظن باللي المسؤولين تاع المولوديه بغض النظر الاسماء تاعهم ما كانوش يصرفوا التصرف كيما هذا. دونك احنا نشجعوا الامر كيما هذا. نعم. ونتمنى ان القانون يكون فوق الجميع طبيعه الحال، هاو كان فوق الجميع في هذا المال. يبقى معنا السي حسن حمار ويبقى معنا السي عراس الردع. نعود اليكم سيداتي سادتي بعد هذا الفاصل الاشهاري. إذاعة سطيف إشهار. الكل يعتمر. وكالة رياض بن شطة للسياحة والأسفار تقترح عليكم عمرة رمضان ابتداء من 13 مليون ونص سنتيم. للحجز والاستعلام يرجى التقرب من مقر الوكالة الكائن بالمركز التجاري ماليزيا حي البيرجاي سطيف، أو على الرقم 036 84 10 30. اختر الرفيق قبل الطريق. القعدة بكل روح رياضية برعاية سامسونج بلازا ستيف. مرحبا بكم في عالم الأجهزة الإلكترومنزلية سامسونج بلازا ستيف. سامسونج بلازا ستيف توفر لكم فراغا واسعا من أجهزة سامسونج المتطورة. العنوان سامسونج بلازا ستيف حي دلاس الشطر الثاني. الهاتف والفاكس 036 62 10 78. العنوان الإلكتروني samsung-plazasetif@yahoo.fr.
القعدة بكل روح رياضية. بكل روح رياضية نواصل ونتواصل حديثنا مع رئيس وفاق سطيف ورئيس مولودية العلمة عن فريق العلمة ووفاق سطيف، وعن كذلك القرارات الأخيرة التي صدرت في حق مسيري وبعض لاعبي مولودية العاصمة. طيب نرجع إلى رئيس مولودية العلمة سي عراس هرادة. نبدأ معك سي عراس مع العقوبات هذه التي صدرت يعني ضد غريب وضد شاوشي وغيرها. تعليقك انت كرئيس نادي؟ في الحقيقة الشيء اللي صرا لعمر غريب، احنا كمسيرين تاع كرة القدم لازم نكونوا شجعان ولازم نهضروا بكل صراحة انه هو ثاني ضحية تاع منظومة كاملة تاع قوانين. مولودية العاصمة هي اللي تعاقب ماشي الاشخاص. مولودية العاصمة هي اللي تعاقب كفريق، فريق كامل. قلل من احترام السلطات، قلل من احترام الدولة، يتعاقب الفريق هذا سواء ينحيوا له نقط في الشامبيونا ولا ما يلعبوش لاكوب دالجيري العوام اللي جايين، ولا العقوبة الملائمة اللي تقيس الفريق. بصح باش تدير الرماد في العيون وتضحي بأشخاص. هذا بابوش فند كارير ومسلف سوارد للمولودية، وروح تروح بابوش يجي في سكيك دا وقعد خلص العام. شاوشي من هذه الايام حوسولوا عليها، زاد قلل من احترام عبد القادر كادر البرجة، هذا نطق رسمي تاع الفيدرالية. وعمر غريب واحد من الضحايا تاع هذا الشيء اللي صرا كامل، على خاطر هذا الانسان هذا اللي قوم مولودية العاصمة وجاب سوارد من عند الناس وسلف ووقف معاها ويبات معاها وياكل معاها ويشرب معاها، وحتى واحد ما كان معاه، وكانوا كل يقولوا سنا مولودية العاصمة طيح، وهي فيناليست تاع لاكوب دالجيري ودوزيام في الشامبيونا. اول واحد اللي يعطيوه الحس يحطوه على كرعيم ويذبحوه هو عمر غريب، وراه من الانصار تاع مولودية العاصمة، وراه من المسؤولين تاع مولودية العاصمة. علاه ما يتعاقبش هذا البريزيدون دي كونساي دادمينستراسيون؟ هو اللي كان حاضر ثم، يقدر يمد امر لي جوار يقولوا ما طلعوا، ما يطلعوش كل يطلعوا 10 يطلعوا 5. دونك لازم ناخذوها بعين الاعتبار هذه القضية هذه. والناس اللي المسؤولين تاع الفرق تاع 16 فريق تاع القسم الاول يتولوا باللي كاين لهنا التلاعب صرا. لو كان فريق من احنا مولودية العلمة ولا وفاق سطيف ولا شباب قسنطينة لو كان راهو يلعب العام الجاي في القسم الثاني، لكن كاعت مولودية العاصمة ضحيوا بالاشخاص وخليوا الفريق ما تقيسوش. انا كونتر هذه العقوبات. انت تشوف باللي لابد يعاقب النادي للفريق للنادي ماشي للاشخاص. يحرم مثلا من المشاركه في الكاس او ينزل الى القسم الثاني. طبعا هكذا يكون عبره يعني. كبار الانديه وتعاقبت هكذا يكون عبره، وهكذا يكونوا المسؤولين يوليو يخافوا، وهكذا السيبورتير يوليو يخافوا على فريقهم. هكذا ماشي وخلي الجمهور هو اللي يعاقب المسيرين. نخليو الجمهور ولا الاداره تاع النادي هي اللي تعاقب اللاعبين تاعها. الإدارة تاع النادي مش الإدارة تاع النادي هو اللي عاقب شاوشي وبابوش وغريب ومناد. لكن هكذا نظن باللي فوتوها فوق رؤوس الناس وداروا يعني. طيب نرجع إلى من مولودية العاصمة، نرجع إلى مولودية العلمة. نقدر نقول مولودية العلمة ضمن بقائها وبقاو 3 مواجهات سي عراس حسابيا تنقصنا نقطة واحدة فقط وتضمن البقاء في 3 مقابلات. لكن احنا تحدثنا بالأمس أول أمس مع اللاعبين ومع المدرب وقلنا لهم صراحة باللي بقائنا وبقائكم وبقاء الطاقم الفني والاستقرار تاع مولودية العلمة مربوط ب3 مقابلات الجايين. خاطر احنا في اجتماعاتنا مجلس الإدارة في بداية الموسم حددنا ما بين مرتبة 6 و8 كهدف. نعم. كهدف في نهاية الموسم هذا. نظن انه ما زالوا 3 مقابلات هذو قادرين نكونوا من على الأقل في مرتبة 7 ولا 6 ولا، ومازال طامعين ثاني ربما على حسب الكلام تاع سي محمد دروره الاخر كنت تلاقيته في الفينال تاع لاكوب دالجيري. ربما كاين مشاركة دولية حتى المرتبة 6. نظن انه على حساب الطموح تاعنا 3 مقابلات هذو نلعبوهم افون باش نجيبوهم. هذا حددنا مع اللاعبين ومع الطاقم الفني. هذا الامر ما فيهش نقاش.
هذو 3 مقابلات هي من غدوة بداية الموسم بالنسبة لي. باقي احنا لوبجيكتيف درناه، يعني حقيقة احنا قلنا نحققوا البقاء بأريحية، نحتلوا ما بين المرتبة 8 والسادسة رانا فيها، لكن لوبجيكتيف الحقيقي اللي جيت من أجله وأنا فشلت فيه، نقولها بكل صراحة أنا فاشل في المشروع تاعي، لخاطر أنا جيت باش نليم الناس على مولودية العلم، نليم الأنصار، نليم المحبين، نليم التجار، نليم المعلمين، نليم العجايز، نليم الأطفال. أنا لقيت العكس تماما. ربما ما كانش معارضة قد هذا العام. الشخصي ما على باليش علاش، لا وين احتجنا الانصار تاعنا، وين احتجنا المحبين تاع الفريق ما لقيناهم غير الكلام، الاشاعات، يتهموك بالخيانه قبل ما تصرى بشهر. على الاقل استنى سيدي نخسر مع الكلاب وتهمني، على الاقل استناني نخسر مع مولودية العاصمه ومن بعد تقول لي كديت تصور وبات. هذا الشيء هذا اللي ما كانش يصرى في مولودية العلمة. والشيء اللي حيرني انه كنا بكري كنا مناصرين، كي يربح الفريق ولا يدير تعادل لبرا نروحوا نلاقيوه بالكورتيج في الطريق ونفرحوا. احنا جينا من بالعباس السينابيل رابحين 3 نقاط وطيحنا بالعباس في بالعباس، يعني فريق بالعيد لاكارن طيحنا في بالعباس في بلاده. وجينا وصلنا لقينا الناس حاطين يديهم على خدودهم ويخموا واش كاين ناس قال لك عمر غريب يشريك مقابله تاع بالعباس. هذا الشيء هذا عمري ما شفتونه في العلم غير هذا العام. هذا هو اللي خلاني انا قلت انا راني فاشل، انا راني فشلت في المشروع هذا. علاش فاش فشلت؟ انت حددت الهدف والهدف وصلت؟ انا الهدف اللي حددته ولا كاين هدف اخر؟ الهدف اللي حددته رئيسي الليل هو الناس هذه ارضاء الناس غايه لا تدرك، لا ماشي يعني لا يمكن لكن ماشي باش نرضيهم على شخصيا. هو الفريق يبدو لي الجمهور ولا المحيط، الجمهور باش يرضى لازم النتائج الإيجابية، والأصوات هذيك النعيق الغربان ونقيق الضفادع هذاك ثاني يسكتوهم النتائج أبدا. هذا يبدو لي، إلا إذا كانت هذه الجماعات الضاغطة لها قدرة كبيرة على التعبئة والتجنيد. للأسف هذه الجماعات الضاغطة عندها قدرة كبيرة على التعبئة والتجنيد. كاين شي ناس همهم الوحيد انهم ينوضوا الصباح عندك كاين 1000 قهوه في العلمه، يمشيوا ل1000 قهوه في العلمه ويشربوا 1000 قهوه في العلمه ويمدوا 1000 معلومه في العلمه وكل معلومه غلطه وتاثر هذا الشيء هذا. الفريق يحتاج الجمهور في لحظات، يحتاج الناس المحبين تاعو في لحظات، وين تكون مرحله تاع فراغ ولا مرحله باش يوقف معاه يقدموه شويه. يعني الفريق ادى مرحله ذهاب في المستوى نعم، بعد في مرحلة فراغ. نعم. مرحلة الإياب. أنا تحدثت مع تقنيين يعرفوا خير مني، أنا عمري ما قلت نعرف. أنا قالوا لي هذه مولودية العاصمة، هذا وفاق سطيف، هذه شباب قسنطينة، لو كان دارت 5 خرجات متتالية كما انتم راهم يلعبوا لا ريليغاسيون. صحيح ولا لا؟ نعم. احنا درنا 6 خرجات متتالية، 6 خرجات جبنا منهم 2 نقاط. احنا الناس في الوقت اللي عاد الجمهور تاعو، اللي عاد الفريق تاعو للعلمة، كان يحتاج الجمهور تاعو، وفي هذاك الوقت كان الملعب غير صالح امبراتيكابل. في هذاك الوقت كنا نعانيو من مشكل تاع الغازون وين يصرى في فترة الجليد وذاك يولي يفزد، يولي غير صالح للعب، ما نقدروش نلعبوا فيه. كان يحتاج الفريق الجمهور كما كان يحضر حسن حمار، الناس يدفعوا به باش على الأقل يسجل نص هدف وينطلق. في هذاك الوقت الجمهور 3000 ولا 2000 اللي خشوا الملعب تاعه في مقابلة الكاب، والإشاعات والابريسيون اللي داروها على الفريق حبست الفريق. لكن احنا قعدنا واقفين، استفدنا من التجربة تاع العام اللي فات، وبدينا وقفنا مع اللاعبين تاعنا وحفزنا وظهرنا في وقت اللزوم وما تخبيناش وتحملنا ومشينا الفريق هذا. نظن انه 20 نقطة ممكنة جدا في مرحلة العودة. 20 باش عندنا 11 نقطة، مازالوا 9 نقاط في اللعب، ممكن جدا نقدروا نجيبوا 20 نقطة هذه مادام كاين تليبيرا الفريق من هذاك الضغط. نتساءل الناس اللي يحبوا الفريق تاعهم ما يحبوش يفهموا الشخص اللي الفوق
الانصار مولودية العاصمة اللي داروا مسيرة ضد غريب، من بعد كامل ولاو مع غريب. انا نقول لك سي نبيل، مسؤول تاع فريق ولا رئيس تاع فريق، اي رئيس فريق في 32 فريق اللي راه تلعب في القسم الاول والثاني، حتى ويكون معاه الوالي وتكون معاه السلطات ويكون معاه الدولة وتكون معاه الوزير ويكون معاه عمر غريب، هذا مثال. وما يكونوش معاه الانصار، يحس باللي الانصار موش معاه، ما يقدر يدير والو سي نبيل، حقه يضيع قدامه. مثلا احنا تعرضنا بزاف للظلم، نهار خرجت انا نتكلم اللي مولودية العلمة راه يتعرض للظلم، الناس في العلمة بزاف ما شتاوش، راحوا جابوا بوندرول سي نبيل ويحاولوا يعلقوه في السطاد، جابوه لي لابوليس نعتوه لي مكتوب في نريد رئيسا وليس صحفيا. انا ندافع على فريقي، نتوما اللي توقفوا معايا. نعطيك مثال، احنا مقابلة الكاب، القوانين تاع الفيدرال تاع الرابطة تقول، تاع اللجنة تاع التحكيم تقول ما يتغيرش حكم مقابلة، ممنوع حكم مقابلة تعين، ممنوع يتغير غلا عاد تعرض مرض ولا ظروف طارئة يتغير. ان احنا الحكم من اخر لحظة يتغير الحكم، وعفشوا على القوانين. نروحوا للمقابلة الاخرى تاع السياسي، الحكم اللي دارنا مقابلة تاع السياسي هو اللي دارنا مقابلة تاع بالعباس، والقوانين تقول ما يوليش حكم يزيد يحكم الفريق الا بعد 4 جولات. احنا نتسائلوا علاش مولودية العلمة كي يوصلوا عندها يعفسوا على القانون، على خاطر الرئيس تاعها ضعيف وما يقدرش يهدر كما كان يقدر سي حسن حمار يهدر، باسكو حسن حمار معاه الجمهور، باسكو عمر غريب معاه الجمهور، يقدر يجيب لك تلفزيون العلمة ويكسر الحداد تاع رئيس جمهورية توفى وحنا في حالة حداد، وهو يجيب الاربيطر اللي يحب هو ويجيب الجمهور اللي يحب هو ويجيب التلفزيون كما يحب هو ويلعب كما يحب هو في العلمة ويروح يروح. هذا عمر غريب معاه شناوة يديروا له 1000 حساب. احنا للاسف الجمهور في واد والاداره في واد ويهضروا في الاشخاص وما فهمتش على واه، وهذا انسان يتبعوا في التاريخ تاعو واش كان، لا يبيع بقرات ولا لا يدير طابله تاع دخان، ولا هذا انسان بشر. اذا سيد نعم من خلال الحديث معك نشوف فيك باللي مستاء كثير من الوسط الرياضي العلمي، ومستاء انك جيت روحك وحدك ولا كيفاش؟ سي نبيل اذا سمحت لي، نعم انا الفضاء باش تتكلم يعني بكل حريه بصراحه. ان الفعل الانساني الغير اناني، هذا مش كلامي انا، هذا كلام مفكر كبير علي عزيز بيكوفيتش في كتاب تاعو يقولوا له الهروب نحو الحريه. الغير اناني ما يستناش مولاه الشكر ولا يستنى الهديه ولا يستنى المكافاه. نعم هذا فعل انساني غير اناني انا نقدم. نعم ما نستناش فيهم يشكروني. شتا الولد صغير هذاك اللي يجيب الماكله حاشاك الكلب في الطريق وهو في قمه السعاده، ولا يحكم طائر صغير يداويه هو في قمه السعاده، هذا يقدم في فعل انساني غير اناني ما يستنى من وراه لا هذه الهديه تاعو هو يكون سعيد. انا الهديه تاعي اني سعيد جدا لما جبت لي بيس للصيف وبيت انا الاخر وهزيت الانصار وديتهم بروحوا وانا في قمه السعاده، وهم يسبوا فيا وانا في قمه السعاده، ونهبطهم تول الريف وسبوني وانا في قمه السعاده، على خاطر انا نقدم في فعل انساني، انا انسان ايجابي. جيت للفريق هذا كش ما نقدم كش ما نقدر ندير حاجه قيمه مضافه يعني، ما نستناش منهم شكر. لكن انا رئيس فريق مولودية العلمة نستنى كي يجي انسان يخرج في قناه وطنيه ويسبك والجزائر كامله تتفرج، والانسان هذا يدور في العلم عادي وما يخافش، وحتى واحد ما يقدر يجيب لي حقي من عنده، انا نتاثر. كي يجي انسان يدير لك صفحه في الفيسبوك ويوميا يسب فيك قدام الاولاد صغار ويلزم يسب فيك، حتى واحد ما يتعرض له. لما تتكلم لي على صفحات الفيسبوك ولما تتكلم لي على المواقع الالكترونيه هذه راهي مهزله ومأساة حقيقيه موجوده على الشبكه العنكبوتيه، لاننا لم نرقى الى النقاش الحضاري المحترم في هذه المنتديات. احنا عاملين هذه المنتديات باش نتكلم في اعراض الناس ونسب الناس باسماء مجهوله. حتى الناس بالشويه بكري يقولوا الرجاله تقابل، حتى
حتى الإنسان اللي عب يسجل ملاحظات سواء عليك ولا على سي حسن الحمار، قال أنا فلان، أنا لاعب سابق فلان، أنا فلان ناقد، أنا مدرب، أنا كذا، والله غير نسجل ملاحظات لرئيس مولودية العلمة، قال سامحني راكم ناقصين وما خدمتوش وكنتم تستهزاو وما جبتوش لاعبين مليح، ما درتوش استخدامات، وانا فلان وهاو البدائل نقترح لك، ويصير النقاش وحوار هكذا. اما اننا نتكلم على خصوصيات الناس وعن اعراض الناس، اعراض الناس حفظها ربي سبحانه عز وجل من 7 سماوات. صحيح لكن انا حبيت نقول لك ما تتاثرش بهذا الامور. لا معروفين الناس. حسن ربما عنده تدخل في هذا. انا والله شوف الاخ نبيل، انا ما عنديش الحق باش نهضر على مولودية العلمة، لان عندها الرجال تاعها والمحبين تاعها ونحترمهم ونقدرهم، لكن نظن باللي مولودية العلمة مع كل احتراماتي لمولودية العلمة كفريق تاعنا تابعة للولاية رقم 19، نظن باللي مولودية العلمة يعني يحتاج نورمالمون يشكروا السيد عريس هذا، لانه ما كانوش يلعبوا على جاو كان عريس هذا جا لقى ليكيب هذه تلعب تدي الشامبيون كوب دالجيري، كي جا هو ولا وزمو كانوا يلعبوا يمنعوا الجوله الاخرى. نظن باللي دوكم يلعبوا في اريحيه 3 جولات وليكيب اسيات الماتيه تاعها. نورمالمون اخلاقيا نكونوا نعاونوا السيد هذا والمكتب تاعو ونقولوا في حقهم غير الكلام مليح، لانه جاو هذبوا المحيط تاع المولودية العلمة. أنا نقولها أنا يسمحوا لي الناس العلماء على الكلام هذا، وما عنديش الحق بان نتكلم، لكن هذه حقيقة واحد ما يقدرش يخبيها. هذه حركة رياضية كما كنا نتكلموا على مولودية العاصمة، نتكلموا على كل. نظن باللي السيد هذا والمجموعة تاعو خدموا عمل مليح، يعطيوهم الوقت. الناس يعني 10 سنوات ويحكموا يلعبوا على المنتية ما حاسبوهمش، واحد يحكم يوناني يبداو يحاسبوا فيه. نعم. طيب نرجع لسي عراس. سي عراس، تعرضت إلى مضايقات يعني مشتاق كثير يعني. كنت تقول لي الفيسبوك، الناس اللي يكتبوا في الفيسبوك معروفين دايرين صفحات، ولادي انا هما اللي تاثروا بالفيسبوك. انا ما يهمنيش، بصح عندي ولادي كبار يقراو، النساء في الديار عندهم الفيسبوك يا اخي مصيبه. حتى العجوز يوصل لي. صحيح احنا المفروض الدوله دير حل. هذا اليوم اللي كسر فريق غدوه يجيب لك الشعب يسكر لك الطريق، غدوه يقيس هذا المحافظ تاع الشرطه، غدوه يقيس المير. هذو الناس المعروفين يديروا معاهم حل بكل صراحه، اثروا في الفريق. اذا كان في الفيسبوك باش نتفق فيه الشرطه الالكترونيه، فيه يعني الجريمه الالكترونيه معروفه يعني. هذا مشكل يعني، مش حاجه صعيبه على الدوله. طبعا في اطارات ساميه، ونقول لك وكفاءات عاليه في الدرك الوطني، في الامن الوطني، يتحكموا كثير في هذا المجال. يعني انسان يفتح صفحه في الفيسبوك ويعتقد نفسه انه واحد ما على باله به، يعني راه غلط، حساباته راهم غلطين. طبعا فقط هذا قليل من كثير، ماشي هذا هو الشيء الكل اللي يكون. احنا تمنيت برك. احنا نقول لك ما تفشلش سي عراس. لا انا اليوم فاجأتني. لا مانيش فاشل والله، ماني فاشل حتى دركا. راني قلت لك انا انسان، ونزيد نقول لك سر ما قلتوش من قبل. انا عندي اخ لي توفى عنده عامين دركا، الله يرحمه، الاستاذ عبد الكريم هرده. كان عنده علم موسوعاتي ما شاء الله، وكان حاجه نادره جدا. ورقد ما ناضش مسكين، توفى في النوم. قدر الله. اثرت انا بالموت تاعو هذيك، وبعد عام وعامين السيد بديت تنسى. واحد ما يعرفه، كان يكتبوا عليه الجرائد، كان كذا تنسى السيد هذا. وليت انا قلت انا لازمني نقدم على الاقل عمل، الا كان انا مت كيما مات خويا هذا، على الاقل يقعد واحد من ورايا يذكرني بخير. على الاقل واحد من ورايا يقول كان الانسان هذاك ربي يرحمه. هذا هو الشيء اللي خلاني نولي ايجابي. ما كنتش انا انسان كنت ثاني نقعد ونتفرج ونهدر وكذا، لكن قررت بان نكون ايجابي، سواء في كرة القدم ولا في عالم واحد اخر، وين نقدر نقدم خدمه نقدم. هذا الشيء اللي خلاني نجي. وان شاء الله بقى لي مشكل رجليه مع السلطات على قضيه الملعب، على قضيه الاعانات، على قضيه، وان شاء الله نكمل في المسيره تاعي. ما فيهاش لا رجوع كما قال القذافي. ربي يرحمه ان شاء الله. على كل اذا سي عراس هرده، تواصلوا مسيرتكم باش تضمنوا بقائكم هذا الموسم وتفكير للموسم القادم بحول الله. كما قلنا الاصوات هذه الاصوات ما تسكتها الا النتائج، وما يسكتها الا الانتصارات والانجازات، وخلي الناس تتكلم على راحه هكذا. اكتب ما شئت وقل ما شئت، تاكد فقط انك ما تقوله وما تكتبه ليس قرانا كريما.
هكذا. إذا حبيت نقول بلي العلم اليوم من حق الأنصار كذلك، ومن حق الحركة الرياضية تاع أبناء العلمة، باش فريقها تشوفه في الطالعة وتشوفه في الكوكبة الأمامية، وتشوف فريق العلمة. لماذا فريق العلمة لا يلعب على الألقاب، لا يلعب على الكأس، لا يلعب على قول هنا قول هي. أنت تقول لي ديما كل عام يجيهم واحد يقول لهم نحن البقاء للعلمة. اليوم عندها عارضة كبيرة من الشعب الجماهير. تفضل. طبعا لكن باش تلعب الألقاب لازمك مشروع. احنا قلنا مشروعنا انه نبنيو فريق بعد مدة كل عام يقولوا لهم هكذا. لا او كل موسم يجيهم يكيب يقولوا ما نبنيو فريق. لا احنا جينا هذا الموسم وقلنا باللي هذا الموسم ما تحسبوناش، نبداو نركبوا فريق نبنيوه بشويه. هذا بينا احنا راه في مرحله الساس والاهداف السلم هذا تطلع درجه بدرجه، ماشي تطلع ديريكت. لكن واحد حب يطلع طولها وممكن يتكسر راسه طول، نطلعوا درجة بدرجة وكل عام نحسنوا المرتبة شوية. لكن احتلينا المرتبة 7 سنة، العام الجاي 4 والعام الآخر نطمعوا في الشامبيونة. العام الجاي نلعبوا ثاني العام الجاي ما نستنى والو ولا شنو؟ لا حتى دركا احنا ما قلناش نديو الشامبيونة، احنا قلنا نلعبوا الأدوار الأولى، يعني من المراتب الربعة الأولى ولا الخمسة الأولى، ونمشيو في بناء فريق. حتى نزيد نقول لك احنا عندنا مشكل في مولودية العلم، باش نزيد نقول لك سي نبيل ويزيد يعلم الجمهور. لومبيسيون عند الجمهور ما كانش، وعند اللاعبين ما كانش، وعند لي ديريجون ما كانش الطموح. كي تشوف من يصنع يا سيدي انت وانت تتحدث عن الفلسفه وعن الفكر، لابد ان تعرف ان القضيه هذه تكمن في القائد. دقيقه من كي يجينا احنا من المقابله الاولى تاع وفاق سطيف هما يقولوا طحنا، وحتى اللاعبين يدوروا برا يروحوا يشريوا قضيه في الحانوت يقولوا لهم ما تطيحوناش رحم والديكم. الطموح ما كانش عندنا حتى لي ديريجون تاعنا كي كومونيكيو مع لي جوار عايشكم طيح انقذونا صوفينو. هذه هي الهضره في العلم. كيفاش انا نبدل هذا الشيء كل في عام؟ ما نقدرش سي نبيل. هذا بشويه تتنسى قصه الطيح هذه من عند الغاشي، ينحيوها من روسهم السيبورتير واللاعبين والانفيرونمون البلي بروش تاع ليكيب. تنحلوا من راسه هذه نقدروا نبداو نلعبوا. سعر عندنا خدمه كبيره معك، وخدمه كبيره مع العلماء فيما يخص الفريق وفيما يخص الحركه الرياضيه لمدينه العلماء اكثر واكثر. راح نختم معكم هذا الحوار الرياضي. سي حسن طلبت الكلمه، تفضل. شوف انا حبيت نقول خونا عاس باللي فو با الانسان يفشل كيما الناس عندهم اصحاب الانتصار، عنده ثاني الناس اللي ما تشتيش تثمن مجهوداته. كاين ناس اعداء النجاح وكاين اعداء ثاني واسمو هو تلقاها باخذ. نظن باللي الواحد يدير حاجه مليح في دماغه باللي كاينين الناس اللي تحب الفريق، والناس كاينه اللي عجبتها السياسه اللي يديرها. دونك فو با دنك للناس هذو، ما دنكش انت راك مليح. انت ما شنو يكتبوا لك في الانترنت؟ يا خويا انا ما نقراش. انا ما نقرا، ما نعيي روحي ما والو. انا ما نقرا، ما تخرجش تبع شر. لا نقرا من تعب روحي. لا نولي خير نقعد في لا جيستيون تاع الشركه وتاع النادي ونخمو كيفاش تولي تظل ولا نظل تشاتشي هكذا ونظل ندير غير النهض العمري وقال ونبنيو غير كلامنا للمجهود قال. لانه الناس لازم تكون عندها الشجاعه. الانتقاد لازم، والواحد ماهوش ني با في كمال الله سبحانه. عندنا اخطاء وعندنا عيوب، لازم احنا الناس تواجه وتجي. ونظن انا في وفاق سطيف الحمد لله يا ربي الناس فاهمه السياسه، والناس كل تعمل في هذا نفس المجال هذا. ونظن كما قال انس وقال كلمه يعني دان كوتي عنده الحق. كاينين فرق تاع التتويجات تاع كؤوس وبطولات واسمه. نظن هذاك ثاني تلعب دور كبير عندهم. انا سونتر بسيكولوجي كي تلعب نادي قال وفاق سطيف ممارس بالالقاب والكؤوس التتويجات عنده اثر ايجابي كي تلعب مع المنافس. دونك يقول لك وفاق سطيف لاش تو اللاعبين كانت ناقصه في المقابله هذيك، بصح الاسم تاعو اسمه يخوف. دونك الكلام تاعو يعني بس ما يخليهش هذا باش يفشل، لازم يخدم. احنا نظن بدي ان شاء الله احنا غدوه تكون المقابله تاعنا الانصار تاعنا يجيو بقوه ان شاء الله. الحين باذن الله الحين نفوزوا، نرجعوا لهم البسمه هذيك اللي افتقدوا هذه الاسابيع الاخيره هذه. شباب القبائل وصلوا اليوم هنا، يوصلوا اليوم اهلا وسهلا بهم جماعه تاع شباب القبائل، وغدوه نتلاقاو في الميدان ان شاء الله. في الميدان في الميدان. يعطيك الصحه سي حسن. سي عراس كلمه نختم معك. انا مانيش يعني
مستاء للدرجه تاعها، لكن تجربه نهضروا عليها بصراحه انه لازم يلتفوا حول الفريق، لانه يد واحده ما تصفقش، لانه كي تقول النتائج صنعها جمهور، لاعبين، اداره، كل شيء مجمولين، لكن كي تعود عامل من العوامل هذو ضد راح يكون فيها لازم يكون فيها نتيجه سلبيه. ان شاء الله برك يستفاد الجمهور من الاخطاء، احنا نقيموا رواحنا وحنا عندنا الشجاعه باه نقولوا ها وين غلطنا ماناش كما قال الا ليدر. نظن واسمه الجمهور ثاني لازم يقيم روحه. نعم. انصار مولوديه العلم الحقيقيين، نهضر على الحقيقيين ماشي هذوك اللي عندهم مصالح واللي ما شراوش عليه الدواء واللي ما شراوش عليه الماء، وهذوك مسميين رواحهم جمهور اللي راهم يضلوا يفتنوا كما تشريش عليه الماء الخطره الجاي واللي ضد الاداره، واللي كنت تشري عليه الدواء ومن بعد بطلت ولا ذاك، واللي كان يحوس مسؤول في الفريق ومن بعد ما جاتوش فرصه يولي ضد. هذو ما مش جمهور. نهضر على الجمهور الحقيقي تاع مولوديه العلمه، نظن انه لازم يستفاد من الاخطاء هذو ولازم يديرها في وذنه القطن، خاطر الاشاعات هي اللي خلت مولوديه العلمه شكرا سي عرس. هذا نعود الى موضوع مولوديه العلمه في محطات رياضيه قادمه بحول الله. شكرا لسيد حسن حمار رئيس نادي وفاق سطيف. شكرا لكم سيداتي سادتي، تقبلوا تحيات زميلي حسين عرقوب. نبيل بوسكين يحييكم والقاكم امسيه هذا اليوم بحول الله، الى الملتقى.